إنها العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أعظم أيام الدنيا. إي والله إنها أجمل الأيام وأعظم الليالي، حتى قيل أنها أجمل وأعظم من ليالي رمضان. ولم لا؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأيام: وتلك الليالي ما من أيام العمل الصالح فيها خير من هذه الأيام، أي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. انظر ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس هناك عمل أفضل من هذه الأعمال في هذه العشر عباد الله. فأين المحافظون على صلاتهم؟ أين المحافظون على صيامهم؟ أين الذين يقبلون على الله تبارك وتعالى بالطاعات؟ أين الذين يقبلون على الله تبارك وتعالى بطاعة لا فيها شائبة ولا نقص؟ أين هؤلاء الذين يقفون على باب الملك؟ حسب أن في هذه الأيام يوم عرفة، يوم يباهي الله تبارك وتعالى به ملائكته ويقول: يا ملائكة انظروا هؤلاء جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فما من يوم أكثر أن يغفر الله تبارك وتعالى فيه للعباد من يوم عرفة. فكن من الفائزين وإياك أن تكون من الخاسرين. أقبل على الله تبارك وتعالى واترك الباب في هذه الأيام، فهذه الأيام ما أجملها، هذه الأيام ما أعظمها. والله لا تقاس هذه الأيام بالأيام، ولا تقاس هذه الأيام بالليالي، ولا تقاس بالساعات، ولا تقاس بالدقائق، وإنما تقاس بالثانية عبد الله. فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم.